الشيء فعلا بقى اللي بيخلي البرنامج ده يعيش، لا يعني تعيش والاعمار بيد الله يعني. او اننا نفضل نشوفه طول رمضان من غير ما نزهق، انه مش سكريبت محفوظ بيتنفذ كل يوم زي ما هو، ولكنك هتشوف ان في مساحه كبيره للارتجال تكاد تصل ل 50%. في حاجه يا حبيبي، انت عايز تقول صح، عايز انت عارفه هو قاعد بيعمل ايه؟ بيعمل طالع ايه؟ في الشوت وبيقول وراكي. احلف. يلا قول الجمله. خدي هنا يا بت. خش شاكي اي هنا على سايت يلا. AI checking. عسل. AI approved. Good. ايه ده؟ سرعه بديهه من كل افراد المكان، تحس ان تميم بيلعب مع الضيف كده بينج بونج. عندك مثلا في حلقه محمد انور لما لقى ان هو ما اتفاعلش معاه من اول اعلان، دخل عليه الاعلان التاني والتالت يكشي يحس ان في حاجه غلط. عندك مثلا في حلقه احمد رمزي لما لقاش منه رد فعل قوي، فقرر ان هو يكرر جزئيه فصل الكهرباء في الاخر، اللي انا شخصيا اتضحك عليا فيها، وكنت بحسب ان الكهرباء بتعيد المشهد بالغلط. يلا بينا انا طماع. هو ثانية، هو ده شافوه ده. سرعه البديهه اللي عند تميم في الردود والسف، زي مثلا الجزء ده. فاهم خلاص. بس لا، بس لا، بس ما بنعملش كده خالص. ما بنعملش كده خالص، والفورم بتاعك غلط، لازم تقف كده وتديها له كده، ضربتها له غلط. وكمان الجزء ده. لا حساك كده اجريسيف كده، انا ما بحبش أنا كده. aggressive؟ والله. ازاي بس؟ هو انا خلعت كتف واحد؟ دي مش مجرد افيهات يا جماعه، تميم نفسه حكى قبل كده ان هو طور في نفسه الجزئيه دي من صغره كديفنس ميكانيزم ضد التنمر اللي كان بيتعرض له. تعالى نعملها كاميرتين، تعالى نعمل ده. يا دي النيله، الاستوديو التاني. مش ده برنامج عالم الارجازه؟